فيلمنا بيبدأ سنة 1954 بمدينة ديكون، وبنتعرف على لورنت اللي بيكون شاب صغير عمره 14 سنة فقط، وبيكون يحب موسيقى الجاز وبيجيبها معاه على المدرسة. بس لورنت برضه بيعمل شغلات مش كويسة مثل سرقة الأشياء من المحال التجارية. وبيكون لورنت ياكل العشاء مع عائلته، وبيكون اسم أبوه تشارلز وهو طبيب أمراض نسائية، وبيكون ما بيهتمش كثير بأولاده الاثنين التانيين أو زوجته كلارا اللي ما بتكونش أم أولاده أصلا. وبيكون اسم إخوة لورنت الاثنين توماس ومان، وبيكون توماس ومان مشاغبين وما بردوش على كلام زوجة أبوهم أو الخادمة وبيتجاهلوهم. وبالمشهد الثاني بنشوف لورنت وهو يحل بواجب المدرسة، بعدها اخوته الكبار بيجوا لعنده وبيمزحوا معاه، والثلاثة بيبدأوا يكسوا عضوهم الخاص بيهم ليشوفوا مين أكبر واحد فيهم. وفجأة الخادمة أوغستا بتشوفهم، فبيبدأ الثلاث إخوة يتحركشوا فيها ويستفزوها. ولما يرجع لورنت باليوم الثاني من المدرسة بيشوف مرت أبوه بتخون أبوه مع واحد تاني بالسيارة، فبيغضب جدا. ولما يروح لأبوه تشارلز بالمستشفى ليخبره عن خيانة زوجته بيطردوا تشارلز وبيتجاهلوا، وبهيك بتكون العملية عنده أهم من شرفه. وبيرجع لورنت الغاضب للبيت وبمارس العادة وهو يقرأ مجلات إباحية. وباليوم الثاني بيستدعيه رجل الدين اللي بالمدرسة وبيطلب منه يعترف بالأمور السيئة اللي عملها آخر فترة. فبيعترف لورنت إنه سرق كتب من السوق وبإنه دخن مع صاحبه وبرضه مارس العادة امبارح. لهيك رجل الدين بيحكي له إنه لازم يقلع عن كل هالأمور اللي تعتبر حرام. بس بمجرد ما يطلع لورنت من عنده بيروح يدخن مع صاحبه. وبيوم من الأيام بتكون كلارا برا البيت، فبقرر إخوة لورنت الكبار يعملوا حفلة ويجيبوا نسوان على البيت. وبيكون لورنت جالس لوحده بالحفلة ويدخن سيجارة، وفجأة بتقعد بجنبه بنت حلوة، فما بيتحملش لورنت وبروح بايسها. فبتقول البنت انه لو كان عاوز يبوس فلازم يبوس كويس. وبتيجي بالاخر الخادمة وبتطلب منه يروح على غرفته احسن ما يخرب على الاخر هو تاني مثل اخوته الكبار. لا برافو عليكي. وباليوم الثاني بياخذ توماس ومان اخوهم الصغير على مدينة جروثل، وهناك بيكونوا مجهزين له بنت حلوة اللي يعمل معاها واحد تشك اح. وبتاخذ البنت لورنت لغرفتها وبتحكي له بانه حتى لو كانت اول مرة لورنت بيقيم فيها علاقة مع بنت بس مش لازم يخاف لانه واجهها كثير شباب صغار من عمره. بعدها لورنت بيبدا يبوس بالبنت والاثنين بيعملوا العملة. وبمجرد ما يخلص لورنت بيدخل الاخوة الاثنين للغرفة وهم سكرانين، وبيبداوا يمزحوا مزح ثقيل مع لورنت اللي لساته مشلح. وباليوم الثاني بيتجهز لورنت ليروح على المخيم الصيفي بالمدرسة بعد ما زعل من تصرف اخوته الكبار. وبينما كان بيلعب بالمخيم فجأة بتيجيه حمى قوية، وبالمستشفى بيظهر انه لورنت معاه مرض اسمه النفخة القلبية. وبينصح الدكتور اهله انه لورنت يرتاح كويس وياخذوه على مستشفى بورن ليتلقى العلاج الكامل هناك. وبترجع كلارا زوجة اب لورنت تهتم بلورنت وتحسسه انها بجنبه، وبتكون تعزف له جيتار لانه بحب الموسيقى وبتلعب معاه شدة. وبتحكي له عن طفولتها وعن ابوها اللي ما كانش يحب غير البنات والسياسة. وبتحكي له برضه عن انه الخادمة اوغستا هي اللي اعتنت بكلارا وهي صغيرة مش اي حد تاني. وبتحكي له برضه بانه لما تزوجت ابوه فاجداد لورنس فكروا انه كلارا حتخون زوجها. وبيوم من الايام وبينما كلارا بتتكلم مع لورنت بتتجهز وبتطلع بسرعة، وبيكتشف لورنت انه زوجة ابوه كلارا رجعت مرة تانية مع حبيبها. وبيوم من الايام بيروح تشارلز وكلارا ولورنت لمستشفى بورن ليعالجوا لورنت، وبيحجزوا في شقة، والمشكلة انها الشقة الوحيدة الخالية من المستأجرين. فبيضطر تشارلز انه يترك لورنت مع زوجته كلارا بغرفة واحدة ويروح على شغله. وبيتعرف لورنت على بنتين اسمهم هيلين ودافني، وبتتعرف كلارا برضه على شوية صديقات. وبيوم من الايام لورنت بيدعو هيلين لغرفته ليسمعها الموسيقى اللي بحبها، بس بالواقع بيكون عايز يعمل معها علاقة فبترفضه هيلين. برافو عليكي. وبعد شوية بترجع كلارا من الخارج وبتقول بانها كانت تلعب تنس مع شاب صغير، فبيشعر لورنت بالغيرة، فبتقول له كلارا بانه بيتصرف مثل زوجها تشارلز وهذا الشيء بيزعجها. لا والله عال. وباليوم الثاني بياخذ لورنت فطور لكلارا بس بشوفها وهي عارية ومطلعة مفاتنها، فبتغضب كلارا وبتصفعه على خده. وبكون لورنت عارف انه زوجة ابوه خاينة بس ما بيقدرش يتكلم لانه ابوه ما بيهتمش اصلا. وبتكون كلارا عاوزة تنتقل لغرفة تانية لوحدها لتلقى شوية خصوصية، بس للاسف ما فيش غرف فاضية. وباليوم الثاني بيحكي لورنت لكلارا بانه حيطلع مع هيلين وبانه مش حيرجع لوقت متاخر، فبتستغل كلارا الفرصة وبتدعو حبيبها للبيت. بس لورنت بيرجع للبيت بوقت مبكر وبيتظاهر بالنوم ليشوف ايش حتعمل مرت ابوه. وبتنصدم كلارا لما تشوفه انه لساته بالغرفة، وبتترك له رسالة بانها حتطلع مع حبيبها ومش حترجع لمدة يومين. ولما ترجع كلارا للبيت بتدخل الغرفة وبتبدا تبكي، وبتحكي للورنت بانه حبيبها تركها وكسر لها قلبها. فبيهديها لورنت وبيحكي لها بانها امرأة جميلة وحتحصل على واحد احسن. يا عمي هي مرت ابوك انت تيث لهالدرجة يعني. وبيطلع بعدها لورنت وكلارا وبياكلوا مع بعض، وبتكون في حفلة بالمستشفى والكل بينبسط. وبتكون كلارا سكرانة على الاخر، فلما تروح على البيت بتتمدد على التخت قبل ما تبدل اوعائها حتى، فبساعدها لورنت بتبديل ملابسها. وبيبدا جسد كلارا يغري لورنت، فالاثنين بيكونوا سكرانين وبيعملوا مع بعض اكبر واحد تشك اح بالقصة. فبتحكي له كلارا بانه مش غلطهم اللي صار قبل شوية، وبانه كنا سكرانين وخلينا نتفق يضل سر بيننا وبينها تكون ذكرى حلوة. لا ولا يهمك مرت ابويا، عندي الموضوع. بس لورنت رغم هالشيء ما بيشبعش وبروح باليوم الثاني لغرفة هيلين ليعمل معها علاقة بس بتطرده. برافو عليكي. بس ما بيأسش وبروح لغرفة دافني واللي بتعمل معها علاقة. تفو
برافو عليكي. وبتبدا دافني تصيح لانها فقدت عذريتها وبتنادي على امها، فلورنت بحط اجره وبهرب، وبيلقى ابوه تشارلز عندهم وبيحكي له يا ابني لورنت شو اللي صار بغيابي وليش مسك البوت بايدك وجاي من برا دون ما تلبسه. فتشارلز وكلارا ولورنت بيبدوا يضحكوا. وهذا هو كان ملخص الفيلم الغريب. اذا فهمت اي شيء شاركنا بالتعليقات يا صديقي، واشترك لتوصلك احدث الفيديوهات من مهندس الملخصات، واترك لايك لو استمتعت بالفيديو لا تدعم نمو القناة، واشوفكم على خير بالملخصات الجاية. وهاي اكبر